برعاية الله أنا سعيد يا منصور، أثبتت للكل إن أنا الأساس والباقي شنط وأكياس. حلاوتك يا فلوحتي. لسه الهجمه خطر، تترد مره ثانيه، فرصه للتسديد. الله عيني جديده لله الامر من قبل ومن بعد. ادعوا معايا كده ان ربنا يوفقني كمان وكمان. انا اعتقد اسوريو بيطلع اقل ما في لعيبه نادي الزمالك بالتشكيلات العجيبه اللي بيبتدي بيها. ايام سودة هنا اهو سبب البلاوي كلها. النهارده كان في لحظات نكد. يعني يا جماعه والله العظيم احنا ما شفنا كده في حياتنا ابدا. اوزوريو لازم يمشي امبارح. الراجل عنده مشكله دايما في البدايات، يعني البدايه دايما عنده تشكيله اساسيه، عنده مشكله. المدرب ده فاشل فاشل. النهارده قدام المقاولين ماتش غريب. من أول 3-4 ماتشات وأنا كنت موجود هنا قلت إن المدرب ده لا يناسب اللعيبة اللي موجودة دلوقتي. الله ابدا. اما حكم يصر انه يخسر الزمالك. الحكم حسب 8 دقايق. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. هو بيألف قانون من عنده عشان هو مش عايز يحسب ضربة الجزاء. تلتزم بالقوانين. احبك يا سلام يا صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك. مصر ضربه جزاء يقول لك هاتها لي من بره ولا من جوه. تصدق انت فقعتها لي مرارة لنية بعض الحكام المصريين في التعمد في إيذاء الزمالك. ايه المفهومية دي يا كبير؟ عليا النعمة، ده انت دماغك تسع بدل الدنيا ألف. انا شايف حاجه. اصل بص اقول لك على حاجه، لو التحكيم بتاعنا فير وبيدي لكل واحد حقه، اقسم بجلاله الله ما هعارض. يعني ايه اللطيف؟ وفي كده في الدنيا يا جماعه؟ في ايه؟ امين عمر انا ما بحبش يحكم من الزمالك اي مباراه، فزلكه على الفاضي. لا يا برسان طويل، لا يا برسان طويل. ويا اخي حاجه غريبه، الدقيقه 99 دايما بتبقى للاهلي انه يكسب، والدقيقه 99 للزمالك دايما انه يخسر. يا دي النيل، قروا بقى على العالم. حرام. 5 بالحب.